هذه اللحظات نادي الزمالك المطالب بالتسجيل واستغلال الفرص مع نظافه الشباك مع ايلا ورؤى خارج القائمه وعدم القيد طبعا عبد الله اكيد السعيد وناصر ماهر وايضا سيف جعفر. ركنيه على طول اول اهداف المباراه وحاولت سيف الجزيري الراسيه حسام عبد المجيد ودونجا ولكن الكره لسه اللعب مستمر. فرصه كبيره جدا امامنا فرصه كبيره للزمالك. ادي امامنا هنا الكرات العاليه حسام عبد المجيد ومره ثانيه استلام واحمد حمدي والجزيري مش ممكن ترتد الكره وادي واحتحاد اهو ضغط زملكاوي رهيب ضغط زملكاوي رهيب امامنا فرصه ثلاثيه بدايه ناريه الكره رايحه جايه ودفاع نهضه بركان في الزمالك بيضاع تحقيق لكن مره ثانيه استخلاص احمد حمدي الى نداي والكره العرضيه ترجع الى دونجا يسدد يا ولد على البدايه المهمه قوي البدايات شوف الكره العرضيه وبص امامنا هنا دونجا تسديد الكره الثانيه مهم الكره الثانيه النهارده في ظل الكثافه الدفاعيه المتوقعه مهمه سواء من دونجا او من كذلك محمد شحاته احمد حمدي في فاصل من مهاره فتوح تمريره حلوه زيزو لكن اتقفلت على طول مره ثانيه شحاته الكره العاليه ونضاي مش ممكن التركيز مهم كره نضاي لعيبه المميزين. بص الكره بتاعت الزمالك امامنا هو نص نضاي ضربه راسيه لكن يتدخل حمزه حمزه صالح الزمالك الاستعجال مش في صالح الزمالك. نهضة بركان بيحاول يخرج باللقاء وعنده في رصيده متقدم بفارق هدف وادي امامنا زيزو الكره ملعوبه وحمزه حمياني ولكن تطلع ركله ركنيه كره زيزو ملعوبه في لعبته على طول زيزو كره العاليه حمزه استلام هيعلق عاليه كره مره ثانيه حمزه الكره البالونيه العاليه لكن مره ثانيه زيزو يلعبها لكن وحشه كره مقطوعه المره دي حسام عبد المجيد بص الضغط الزملكاوي جابوها منين ادي امامنا زيزو يلف حلوه قوي وتعدي الكره واحمد حمدي اول اهداف المباراه. الزمالك بيقص الشريط من خلال احمد حمدي حافظ وانت خليك حافظ الاسم ده احمد حمدي امامنا هو اللاعب اللي وضع اسمه في هذه المباراه لصناعه مجد وتاريخ للقلعه البيضاء بتمريره رائعه امامنا كالمعتاد زيزو يصنع زيزو يسجل الزمالك لكن احمد حمدي مع اهداف وعامل صناعه 7 حتى الان في هذه البطوله ومقدم لنا مستويات مميزه جدا حتى الان احمد مصطفى زيزو ولكن اللي سجل احمد حمدي حطها حلوه قوي الكره العاليه الراسيه الخطيره قوه الزمالك عليه ان يتدارك هذه الامور فرصه كبيره جدا للتعادل للاعب دايو مميز جدا في ضربات الراس امامنا. شوف الحماس في اللقطه اللي فاتت محمد شحاته متحمس ولكن الان مره ثانيه محمد شحاته استلام من ياسين البحيري الكره البينيه الى باسين يا حسام امامنا جمهور الزمالك بيقول له حسام عبد المجيد باسين يا حسام خلي بالك يا حسام من فوق باسين امامنا هو السنغالي استلم لاعب تونجيتا السنغالي ولاعب مولوديه وجده جايب هدف في الدوري وجاب لهم 4 اهداف في هذه البطوله. بص الراجل استلم وحضر ولكن بتضيع فرصه خطيره جدا من فورما تونسي برضه كان هو مدرب لما الزمالك فاز على الترجي في بطوله السوبر الافريقيه هنا في الدوحه مره ثانيه خطيره الكره مرابط الراجل ده لو لف كانت تبقى خطيره التسديده يا ساتر ياسين البحيري خطا في التمركز خطا في الرقابه زي ما قلنا الزمالك يسجل لكن يحافظ على شباكه. بص الراجل ده لو لف لكن هو حافظ مش فاهم والحمد لله ان هو حافظ مش فاهم لان كره قويه قوي من ياسين البحيري لكن لو كان اللاعب بول باسين ده لف كانت تبقى مشكله. الرقابه لازم تكون افضل من كده. الدفاع الهجومي الزمالك طبعا في اللقاءات طبعا اللي الزمالك ما وفقش فيها جمهوره دايما بيسد وجمهوره خلفه هنا خطوره نهضه بركان في هذه الكرات مره ثانيه ابعاد يمسك كره احمد حمدي لكن نهضه بركان بانتشار مميز بارتباك زملكاوي باستلام من جانب الخطير يوسف الفحم يحدث امامنا احمد حمدي هتشوفها يا ساتر هل فيها صاد احمد حمدي يا ساتر صاحب هدف اللقاء احمد حمدي تعرض لإصابة لاعبي نهضه بركان بيلعبوا بقوه شويه قوه زائده حكم اللقاء لازم يوفر محمد دخلي في عرض المرمى. بص امامنا الاعاده بص ادي الكوره اوه يا ساتر حمد نجم الدفاع الفلسطيني يوسف اوباما ناصر منسي مصطفى شلبي سامسون اكينيولا سيد نيمار وزياد كمال كيف سيفكر احمد حمدي بعد ما قدم لنا يعني وقت مميز وسجل هدف اللقاء الوحيد يغادر اللقاء مصابا في هذه اللحظات. طبعا معاه الجهاز الطبي دكتور محمد اسامه محمد السيد لعلاج طبيعي احمد على لقب ثالث الزمالك يبحث عن لقبه الثاني في هذه البطوله عنده 5 بطولات دوري ابطال افريقيا عنده لقب كؤوس افريقيه عنده هدف قادم يا راجل ما تضيعش الكره دي ابدا ودي مره ثانيه زيزو بص الهجمه دي مش ممكن الفرصه اللي بتضيع من اوباما هجمه سريعه فرص الزمالك مش فرصه واحده الزمالك
ركنيه. فرصه رباعيه، فرصه رباعيه. بص حمزه امامنا، بص كره الزمالك السريعه المباشره، وادي اوباما يلعبها حلوه قوي لسيف. يا ولد يا سيف، عاملها جميله لكن ضاعت فرصه للتاكيد الهدف الثاني. بص الكره عدت من زيزو راحت لاوباما، رجعت لبيضاي، ثم وصلت مره ثانيه لزيزو اللي ضاي يلعب اماميه اي حاجه. ابراهيم الضاي ترجع على طول الى يوسف دايو لبحيري، سدد الكره خطيره لبحيري، سدد الكره خطيره مره ثانيه امامنا لبحيري لمرابط، حاولوا هنا الوصول لكن يضغط اوباما ضغط لبحيري لمرابط، حاولوا هنا الوصول لكن يضغط اوباما ضغط الزملكاوي، لكن المره الثانيه تعود الكره مره ثانيه العسال يلعبها لمرابط، خطيره الكره مرابط لكن مرت الكره الى خارج الملعب. بص الجماهير، بص الجمهور مش بيقول له ايه يا جماعه في ايه، والجمهور اللي جانب الزمالك. لكن هنا ركنيه ايضا واحده من الكرات الخطيره. رأسية خطرة، يا ساتر على الكرة اللي فاتت، لكن امامنا هنا رايه وتسدد. بص الكرة من اللاعب حمزة المساوي، والكرة حاول عليها دايو لكن كان في وضعية تسلم. هدف ضائع لفريق نهضة بركان، هدف لابد ان يفيق نادي الزمالك الشوط الثاني. ادي امامنا سلامات لاحمد حمدي، امامنا هنا اصابة في الركبة اليمنى من له اوباما البديل يلعب كرة لكن فين اوباما، يرجع مرة ثانية هنا في لاعب اصيب امامنا وسقوط اللاعب، عدى ابراهيم ضاي العرضية الرأسية سيف. يا سيف امامنا هنا سيف، فرصه كبيره جدا، فرصه كبيره. ابراهيم ضاي بص اللي كان واقع عادل تحيف ادي امامنا راسيه سيف الجزير. سيف لا يخطئ هذه الكرات. اول فرص الزمالك الشوط الثاني مهم قوي، الهدف الثاني مهم قوي يا سيف. وكان سجل في مرمى فليم وكان في دوري الابطال الموسم الماضي. استلم حلو قوي من اوباما البديل يلعب كوره لكن فين اوباما، يرجع مره ثانيه هنا في لاعب اصيب امامنا وسقوط اللاعب، عدى ابراهيم ضاي العرضيه الراسيه سيف. يا سيف امامنا هنا منهم هدفين في بطولة دوري الأبطال الآسيوي. هي رحلة بطولات وألقاب الزمالك القارية سواء الإفريقية اللي نضعها طبعا النهاردة في ضمن هذه البطولات، وأيضا الأفرو آسيوي البطولة اللي كان الزمالك تفوق فيها وفاز أيضا بلقبها. سلامات امامنا هنا، اصابه عادل تحيف، اصابه لما كان مصاب وحاول يكمل لكن يبدو هو مصاب. عادل تحيف، يبدو ان هناك تبديل. هنشوف تبديل حمزه سمومي، شوف اعتقد هيكون حمزه سمومي، اعتقد كده هيكون حمزه سمومي. هنشوف التبديل القادم. اذا عادل تحيف قادم من شباب المحمديه في الموسم وان شاء الله التاهل لكاس العالم 2026 في الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك، ومواجهه امام بوركينا وامام غينيا بيساو ان شاء الله في الشهر القادم. استلام من ابراهيم ضاي، هدف ضائع. يا راجل ابراهيم ضاي الحقيقه بيوصل ومجتهد، لكن اللمسه الاخيره دايما فيها مشكله، يضيع لضاي فرصه كبيره. لكن يا ولد امامنا هو فتوح، واحده من لمحات فتوح ابراهيم لزياد كمال البديل القادم للزمالك. زياد كمال لاعب مباراة سموحة في الدوري اساسي، ودي امامنا كرة خطيرة، امامنا السريعة الخطيرة الهجمة اللي بيحاولوا من خلالها امامنا الضغط. اول كرة خطيرة الشوط الثاني محمد مرابط. بص امامنا ضغط بركان يحسسك في اي لحظة تتكعبل في رجل زيزو، ومحمد مرابط عنده هدفين في البطولة، يسدد كرة، اول كرة خطيرة الشوط الثاني. الجانب اليمين حمزة سمومي الى الخطير امامنا ياسين البحيري، اول كرة على طول هنا تصل الكرة الى اللاعب اللي اصبح اللاعب بول باسين يلعب رقم 10 واصبح وطار راس الحربة حسام عبد المجيد، يطلع في كرة عالية، التسديدة خطيرة ياسين البحيري بعيدة امامنا حمزة المساوي، خيري وحمزة المساوي في الدقيقة امامنا 76 وخيري على طول خطيرة ايوب خيري، لكن مرت بامان وسلام، تطلع الكرة فوق العارضة. ايوب خيري حاول يشيلها من فوق الحائط البشري. بص امامنا الاعادة، بص الاعادة، بص مين اللي بص اللي حضر بايده هو البسيط، وفاول خطير جدا من فوق الحائط البشري، ولكن مرت بامان وسلام. الجمهور الزملكاوي العب يا زمالك، الجمهور الزملكاوي الكبير في ملعب المباراة امامنا هنا، وفرصة ضائعة، ومعين الشعباني التونسي بيلعب على هذه الكرة. كرة خيري تمر مسلوسي لكن ما طلعتش الكرة. المساوي كرات العرضية الخطيرة رأسية خطرة، يا ساتر على الكرة دي، يا ساتر على الكرة اللي فاتت دي. هذه كرة وارتقاء كانت امامنا هو يوسف امامنا زغودي. شوف كرة عالية، الكرات العالية بيعتمدوا عليها مميزين في الضربات الرأسية. يوسف الزغودي البديل امامنا هنا سجل في ديابل نوار وسجل في مرمى الملعب المالي، وعنده 3 أهداف في الدوري المغربي هذا الموسم. معين الشعباني، معين صعبة الامور متلقيه، ضاع منها امامنا راح منها نصف دقيقه. الكرات العاليه الراسيه دونجا الى اوباما لكن مره ثانيه مساوي خطير لبحيري، ولكن ياسين البحيري الى خارج الملعب. الاهلي ثم الجونه ثم مع مونتريال الكندي، ووصولا الى القلعه
الى الزمالك مع الفارس الابيض. كره اماميه انطلاقه من جانب زيزو. زيزو استلام، زيزو ترويج يحاول المرور، لكن امامنا هو ضغط المره دي. مساوي زيزو وتدخل وفاول. فاول امامنا، فاول امامنا وتدخل عنيف، وممكن نشوف بطاقه حمراء. تدخل عنيف ممكن قوي نشوف بطاقه حمراء. حكم اللقاء يبدو فيه بطاقه حمراء. حكم اللقاء امامنا هنا في حاله طرد، لكن لمين؟ في حاله طرد، حاله طرد امامنا، حاله طرد للاعب اللي قاعد مستخبي ده، هو اللي مستخبي ده امامنا. هل هو حمزه المساوي؟ هو حمزه المساوي. بص زيزو امامنا مع المساوي، وبص بقى المساوي عمل ايه. بص شوف المساوي عمل ايه. بص يا ساتر يا ساتر، ادي الدوسه الفار امامنا لن يحتار الفار في اتخاذ القرار مع حمزه المساوي.